السماعة اللي حققت توازن كويس جدا بين الجودة والسعر، ودي حاجة الناس دايما بتدور عليها. يعني كتير مننا بيحبوا ان السماعة تكون عملية وتدي اداء كويس بس من غير ما تدفع كتير، ودي نقطة قوة لسماعة النهاردة. تصميم البوكس كبير شوية، لكن لازم نقول اللون اللبني ده مدي لون مميز كده وهوية لورايمو فري بادز لايت وسط كل السماعات التانية اللي بتيجي لون ابيض او لون اسود. كمان خامة البوكس كويسة مش رديئة. لو انت بتستخدم السماعة بشكل يومي وبتتنقل كتير، السماعة مش هتتخربش بسرعة، بس تقفيل البوكس مش احسن حاجة. لو بتحب الاغاني تكون واضحة وفيها تفاصيل كتير، السماعة دي مناسبة جدا ليك. السماعة مريحة للودان وخفيفة، صوت محتاج يكون حاد شوية بس انت ممكن تعدلها حاجة بسيطة من ايكولايزر. صوت البيز كويس جدا. حاجة كمان عجبتني في السماعة انها مناسبة للالعاب والافلام، بيكون في ديلي بسيط حتى لو انت فعلت الجيم مود، بس ده طبيعي بتاعت الفئة السعرية دي. السماعة على امازون في حدود ال 500 جنيه، بلوتوث 5.3، وده من احدث الفيرجنات الموجودة في السوق. انه مش بس بيخليك تتحرك براحتك من غير ما الصوت يقطع، ده كمان بيحسن من جودة الاتصال لو كنت بتستخدم السماعة في المكالمات. كمان موجود في اعدادات السماعة انها مكالمات HD، وده باين على فكرة في جودة الميكروفون. السماعة بتشحن في حدود الساعة ونص تقريبا، ومكتوب على موقع الشركة انها بتقعد لحد 8 ساعات استخدام متواصل. بس هي قعدت معايا حوالي 6 ساعات على مستوى 40% تقريبا. 40% ده رقم قليل، بس علو الصوت كده كان ممتاز جدا بالنسبه لي. الرقم ده انا شايفه كويس لو انت هتقارنها مثلا بالايربودز برو، هما الاتنين تقريبا بيقعدوا نفس الوقت، بس انت بتعرفش الايربودز اللي انت هتجيبها جوده البطاريه عامله ازاي، لان حرفيا كل ايربودز مختلف عن التانية، وان كل المشاكل اللي ممكن تقابلك لو انت جبت الايربودز برو وبعد استخدام 8 شهور للسماعه. لو حابب تشوف المراجعه، لينك في وصف الفيديو. البوكس بيشحن عن طريق كابل التايب سي، والكابل موجود معاه في العلبة، وطبعا موجود الاير تاج بحجم اللارج والسمول. السماعه وهي بره البوكس ومش شغاله بتقعد تقريبا 3 دقايق وبتعمل باور اوف لوحدها. هي دي ميزه وعيب في نفس الوقت، يعني دي ميزه لانها بتوفر في البطاريه، بس العيب ان هي 3 دقايق بس. الميكروفون بقى مهم جدا خصوصا وانت بتستخدم السماعه كتير في المكالمات. السماعه بتعزل الاصوات بشكل كويس جدا في الاماكن الهاديه، لكن لو انت في مكان زحمه فمش هتكون افضل حاجه، ودي تجربه الصوت في الاماكن الهاديه. أنا بتكلم دلوقتي في مكان هادي جدا مفيش أي صوت خالص. أعتقد المفروض السماعة تطلع صوته كويس قوي. يعني أنا دلوقتي معلي الصوت عن الوضع الطبيعي. ودي تجربه الصوت في الاماكن الزحمه. هنا بحاول أعمل محاكاة للأماكن الزحمة اللي ممكن ماشي في الشارع مثلا. أتفرج دلوقتي لو سمعت هروح الصوت الوضع عن الوضع الطبيعي. أعتقد الصوت هيكون مقبول. خلينا نجرب كده ونشوف مع بعض. مقاومة المية IPX4 هتفيدك في حالات كتيرة على فكرة. لو انت بتلعب في الجيم مثلا او ماشي والدنيا بتمطر، السماعة مش مصممة انها تتحمل المية بشكل كبير. يعني انت اخرك بالكتير قوي بتلعب في الجيم مثلا او انت ماشي في المطر، غير كده السماعة ممكن تبوظ. لو بتدوس ضغطتين بسرعة السماعة ممكن ما تستجيبش من اول مرة، فلازم تكون عارف حاجة زي كده. هنا كنت اتمنى السماعة تكون لمس عشان تكون عملية اكتر، وعلى السماعة كلها يعني مش على أماكن محددة بس. أنا بقى معظم ضغطاتي بتكون في النص، فالموضوع مستفز بصراحة. مكان السماعة في البوكس مش عملية، شكلها مختلف وحلو في البوكس، بس لما تيجي كل شوية تلبسها وتحطها في العلبة يعني الموضوع بيكون مستفز. وانت بتشتريها بقى تأكد ان هي الأصلية. في جزء هنا ده بتخربشه موجود رقم، وهتعمل سكان للكود ده هيدخلك على موقع الشركة، هتكتب الرقم وهيقول لك هي أصلية ولا لأ. موجود ايكولايزر عشان تعدل في جودة الصوت، موجود 5 ملفات كلهم فيهم مشاكل والصوت مش بيبقى حلو. فافضل حاجه لقيتها انك تعمل كرييت من هنا وترفع الحته دي هنا ودي برضه كده شويه، وهتلاقي البيز بقى افضل والصوت ذات نفسه بقى حاد شويه. وهنا بقى تقدر تخصص كل سماعه تعمل ايه. يعني السماعه اللي على الشمال مثلا انا عاملها الفوليوم، ممكن مثلا ضغطه بتقلل الصوت، ضغطتين بتعلي الصوت. وتقدر تعملها الموسيقى مثلا، ضغطة متعملش حاجة، ضغطتين بتوقف وتشغل، 3 ضغطات تشغل التراك اللي قبله. وزرار اليمين بيبقى هو باختلاف ال3 ضغطات بتخليها هنا نجيب التراك اللي بعده. الايكولايزر مش بس بيخليك تعدل على الصوت، ده كمان بيخليك تحدد انت التجربة اللي انت عايزها. عايز البيز عالي مثلا او واطي شوية، فالسماعة مرنة جدا في النقطة دي. طيب نيجي بقى لجزء المميزات. موجود معيار مقاومة مية IPX4، ودي السماعة الوحيدة اللي في السعر ده. المايك في الأماكن الهادية حلو جدا، أما في الأماكن الزحمة مش هعتبره ولا ميزة ولا عيب، لان ده اصلا الطبيعي في الفئه السعريه دي. شكل العلبه مختلف وحلو، موجود ايكولايزر وتقدر تعدل في الموسيقى زي ما انت عايز. السماعه بتدعم بلوتوث 5.3 وده ممتاز جدا، هيكون في استقرار في المكالمات. السماعه بتدعم الجيم مود حتى لو في ديلي بسيطه، فده طبيعي جدا. هو كويس اصلا ان في جيم مود في السماعه. العيوب
العيوب هنا ممكن تقفلك حرفيا من السماعه او مش هتفرق معاك قوي. اول حاجه البوكس كبير ومش عامله لو انت بتحط البوكس في جيب البنطلون، الضغطات بتكون على اماكن معينه بس في السماعه. خامه البوكس مش افضل حاجه ومش رديئه برضو، يعني حاجه ما بينهم كده. وان الابلكيشن مش مديني الحريه ان كل ضغطه بتعمل ايه، وده انا مش هعتبره عيب قوي لان معظم السماعات اللي في السعر ده ملهاش برنامج اصلا. الخلاصه لو انت بتدور على سماعه قيمه مقابل سعر وبتقدم تجربه صوت حلوه جدا ومزايا تانية زي الايكولايزر وضمان مده سنه، فالسماعه دي مناسبه جدا ليك. بس خلي بالك ان موضوع الضغطات ده مش هيكون عملي لبعض الناس. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.